طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح من مقر اقامه الفريق هناك ومقر اقامه بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، نطمن على اخبار الفريق وعلى البرنامج بتاعه. وما زال المشوار مستمر، يعني الاهلي ما اتعودنا دايما احنا ما بنرفعش الرايه البيضاء، الرايه البيضاء دي مش في قاموسنا، وبالتالي هنلعب بما انه الحسابات بتقول ان كل شيء وارد، والاهم ان احنا نعمل اللي علينا لاخر المشوار. ماتشين القطن في الكاميرون، الهلال في مصر، نكسب الماتشين دول ونشوف الدنيا هتروح بينا لفين. نستقبل فاروق معانا. مساء الخير يا فاروق، واهلا وسهلا بيك معانا في السادسه. عايزك تطمني على الحاله المعنويه. الحقيقه يهمني جدا ازاي الفريق يخرج من المطب الصعب اللي حصل امبارح امام سان داونز والخساره بخماسيه عشان نقدر نكمل المشوار، وعندنا يعني سيزون ممتد وعندنا عدد كبير جدا من البطولات اللي ما زلنا بننافس فيها بما فيهم بطوله دوري الابطال. يعني خليني في البدايه ارحب بك زميلي العزيز احمد سمير، وارحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني اتفق على كلامك اللي انت قلته، كلام مهم جدا، لان يعني اول خطوات الاصلاح هو الاعتراف بالخطا، واكيد بنعترف باخطائنا، وده النقطه المهم جدا. مش هنقدر نكابر او نحايد عن هذا الامر، لكن دايما بنبص للمستقبل، ودايما بنقول احنا مدينين للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما عودناش ان احنا نخسر، ما تعودناش مع النادي الاهلي على يعني هذه الظروف وهذه الاحداث، لكن دايما المحطات الصعبه او المطبات الصعبه في تاريخ النادي الاهلي دايما بيعدي عليها ويدوس عليها وبيقف وبيرجع النادي الاهلي اقوى من قبل. اكيد الكلام اللي انت قلته في مستهل حديثك كلام مهم جدا، يعني امور كبيره جدا، واسمح لي ان انا اتكلم بدون كلام، يعني مش هقول كلام كلام تجميل او كلام متزوق زي ما بيتقال. وخليني اتكلم اللي بيتكلم احمد سمير مذيع قناه النادي الاهلي او فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، لا، اللي بيتكلم هو جمهور النادي الاهلي. احنا كلنا مدينين ان احنا بننتمي لجمهور النادي الاهلي. اكيد هنقفل صفحه مباراه سان داونز، اكيد عندنا مباراه مهمه جدا هي مباراه القطن الكاميروني، مباراه مهمه جدا بالورق بالحسابات. انت لسه داخل دوري ابطال افريقيا، الجيل اللي موجود واللعيبه محتاجه مننا كلنا كل الدعم كل المسانده من القاهره اللي هنا في جنوب افريقيا، الجميع بيتكاتف. يمكن دايما زميلي احمد في فترات بتمر في حياه النادي الاهلي علشان تعرف فيها فلتره مين اللي بيقف وبيساند وبيقف في ظهر الكيان وبيتأكد في ظهر الكيان وفي ظهر النادي الاهلي، ومين اللي بيبقى معاك وقت الفرح. لا، انت تبقى معايا في وقت الفرح، وجمهور النادي الاهلي لما بيقول انا معاك على الحلوه والمره، اعتقد ده مش مجرد كلام، لا دي حقيقه بنعيشها مع النادي الاهلي. طبعا زميلي احمد انت اتكلمت على الحاله المعنويه، خليني اقول لك حاله حزن جديده طبعا بتسيطر على الافراد بعثه النادي الاهلي. اللاعبين وصل لهم شعور الجماهير وحاله الحزن اللي عند الجماهير. ملامح لاعبي النادي الاهلي بتغني عن اي كلام. حاله من الحزن بتسيطر بشده على اللاعبين وافراد البعثه. عايز اقول لك ان في اجتماع تام ما بين افراد الجهاز الفني وفي اجتماع تام ما بين اللاعبين، يعني اللاعبين مجموعه اللاعبين اجتمعوا طبعا مع بعض، اكيد اتكلموا واكيد وصل لهم هذه الامور وحاله الحزن اللي عند كل جماهير النادي الاهلي. لكن دايما بنقول المستقبل لازم نبص على مباراه القطن الكاميروني، مباراه محتاجه استعداد مهم جدا، مباراه الثلاث نقاط فيها مهمين جدا، الانتصار مهم جدا خلال هذه الايام وفتره تواجدنا في بريتوريا، رفع الروح المعنويه للاعبين، وده الدور اللي هتقوم بيه او اللي بتقوم بيه بعثه فريق النادي الاهلي وكل المحيطين، توفر جو من الهدوء وجو من الروح المعنويه للاعبين، لان واضح مدى تاثر اللاعبين الشديد جدا بهذه الهزيمه. خليني اقول لك ان طبعا الفريق استأنف النهارده تدريباته في صباح اليوم على ملاعب جامعه بريتوريا. يعني طبعا كان في مجموعه تمرين خفيف للمجموعه اللي شاركت في اللقاء بالامس مع جانب من التدريبات الاستشفائيه، ثم اللعيبه اللي ما شاركتش طبعا في مباراه مانيلي سان داونز كان تدريب على ملاعب جامعه بريتوريا. مستر مارسيل كولر اجتمع طبعا مع اللاعبين سواء المجموعه اللي شاركت في اللقاء بالامس او المجموعه اللي كانت ما شاركتش، اتكلم طبعا في المرحله اللي جايه ايه، بنخطط للمرحله اللي جايه ايه. مهم جدا تجاوز هذا الامر، مهم جدا نسيان الهزيمه. اكيد الهزيمه لها تاثير كبير جدا، لكن احنا عندنا مباراه مهمه جدا زميلي احمد، مباراه القطن الكاميروني. طبعا بعض اللاعبين اللي كان عندهم بعض يعني اللي خرجوا من ارض الملعب ليه الاصابات او الامور الاصابات العضليه او الشعور باجهاد، كلها امور طبيه طبعا انا هنقف عليها من خلال الدكتور احمد ابو عبله عشان نشوف مين هيكون موجود معانا ان شاء الله في مباراه القطن الكاميروني.
زي ما زميلي احمد احنا بناكد على اللي احنا لامسينه، وخليني اقول لك انت موجود امبارح علشان احنا دايما بنقول بنعترف بالاخطاء، ودايما ان احنا من خلال قناه النادي الاهلي بننقل الصوره بمنتهى يعني الحياد ومنتهى الرقي. عايز اقول لك انت موجود في ملعب فريق ميلودي سان داونز 5 او 51,000 متفرج او فيما اكثر من 50,000 متفرج، منتهى الرقي والاحترام والتقدير للنادي الاهلي من جانب جماهير سان داونز. مع خروج النادي الاهلي من ارض الملعب في تشجيع وتسقيف من جماهير ميلودي سان داونز لجماهير للاعبي النادي الاهلي. يا زميلي احمد انا بتكلم كلام مش يعني انا بعيدا عن الامور او الدبلوماسيه، بنتكلم في امر مهم جدا. اكثر من 50,000 متفرج، مفيش ازازه ميه اتحدفت عليك من جانب جماهير. خليني اقول لك الحقيقه انه يعني الحقيقه صوره سان داونز كجهاز فني وكلاعبين وكاداره وكجماهير يعني ظهرت بافضل ما يكون الحقيقه. واعتقد انه العلاقات بين الاهلي وسان داونز يعني علاقات قويه جدا ومتينه جدا. بس خليني اختم معاك الجزء الخاص بالتدريب. يعني يمكن طبعا شفنا السوليه ظهر في المباراه، خالد عبد الفتاح كان موجود في القائمه. عايز اعرف كمان الشحات، لانه انا عرفت ان الشحات ممكن جدا يكون جاهز لمباراه القطن الكاميروني، واطمن منك على قائمه الغيابات مؤخرا عن النادي الاهلي، ومين منهم ممكن يرجع للصوره قبل ماتش القطن في الكاميرون ان شاء الله يوم الجمعه. يعني خليني اكد لك زميلي احمد بالفعل على جاهزيه حسين الشحات اللي ان شاء الله يكون جاهز ان شاء الله مع الفريق في مباراه القطن الكاميروني. بالمناسبه يعني هو كان مفضل مستر مارسيل كولر والجهاز الطبي ان هو يريح او يدي فتره راحه اكثر في حسين الشحات، لكن كان حسين الشحات على مدار اليومين الماضيين ادى التدريبات، شارك في اليوم الاول في جزء من التدريب، ثم كان التدريب الختامي شارك فيه بالكامل، ولكن فضل الجهاز الفني ما يجازفش بحسين الشحات هذه المباراه من اجل طبعا مباراه القطن الكاميروني. خالد عبد الفتاح باكد لك جاهزيته لهذه المباراه، عمرو السوليه، طبعا كل اللاعبين ان شاء الله النادي الاهلي يكون خالي الاصابات في هذه المواجهه امام فريق القطن الكاميروني، وباذن الله لاعبي النادي الاهلي قادرين على تجاوز هذه المرحله باذن الله، تحقيق الانتصار في مباراه القطن الكاميروني. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فريق صلاح من